اهلا وسهلا. اليوم عندنا موضوع جديد بخصوص الكركر اللي تيتربى في الشوفو، الاسباب ديالو والحلول ديالو لتجنب هذا المشكل هذا. حنا كاملين تنعرفوا بانه الشوفو فاش ندوشو به تنمشيو نلبسو البينوار ديالنا وحوايجنا والى اخره وتنسمحو فيه وتنمشيو. المفروض لا، المفروض الانسان فاش يدوش خصو يرجع للشوفو مره اخرى ويطفي الشوفو او يسد البوطه او لا طفي لانتيريبتور الا كان عنده الشوفو فيه لانتيريبتور يطفيه ويرجع للروبيني اللي ميلونجو اللي قريب ليه ولا شي حاجه ويبرجي منه الماء سخون باش يضرب فيه الماء بارد. منين يولي فيه الماء بارد ديك الساعه انت خويتي الرادياتور من الماء سخون، دونك ما يمكنش يتربى فيه الكركر. مثلا شرحوا حنا بالمقرج ديال الدار، المقرج ديال الدار تتعمرو بالماء، من بعد فاش تستعمل داك الماء تيبقى واحد شويه في المقرج، ونهار على نهار تيتربى شويه ديال الكركر. الا كان تيتخوى داك شويه ديال الماء من داك المقرج، دونك داك المقرج عمره ما يتربى فيه الكركر. وكذلك شوفوا ما ديك تخوي منه الماء طايب، دونك ما تيبقاش تضرب ليه المومبران، ما تيربيش الكركر، بالتالي ما تيبقاش يشعل، تكون انت اللي سببتي ليه انه باش ما يبقاش يديماري. دونك تتعرضوا انه باش يتغسل بالماء القاطع كما درنا والى اخره. احسن طريقه وافضل طريقه باش تطلق الشوفو ديالك يستحسن انه من بعد ما دوشتي تطفيه وتبيرجي الماء السخون اللي بقى فيه، ماشي بالضروره تبيرجي اللي في الانستالاسيون ولكن تبيرجي اللي كاين فيه، يعني تحل ميلونجور اللي قريب ليه. الا كان في الكوزينه مثلا تبيرجي من الميلونجور الكوزينه، كان ما كاين تبيرجي من ديال الدوش. وحتى لهنا تنتمنوا بان وصلنا المعلومه الكافيه للناس، وتنشكركم بزاف، والى اللقاء في موضوع جديد وحلقه جديده.